اول حاجه هنعمل سبونج. عندي هنا 4 بيضات، نص كوبايه من السكر، شويه من الفانيليا، ذره بسيطه جدا من الملح. هقلبهم بالمضرب اليدوي، واكون مجهزه بوله تانية فيها ميه سخنه. هاخد بقى البوله اللي فيها خليط البيض، وبعد كده هحطها فوق الميه السخنه بس ما تلمسهاش. انا محتاجه بس بخار الميه لانه هو بيساعد في ارتفاع خليط البيض بسهوله لمده دقيقه بس. وبعد كده هشيله تاني وهضربه بقى بالمضرب الكهربائي لحد ما يرتفع معايا بالشكل دوت. هكون بقى مجهزه ربع كوبايه من الحليب واحطها بقى على الخليط مره واحده. هبتدي بقى اشتغل بالمضرب اليدوي، بس طبعا هقلب بكل هدوء عشان الخليط ده ما يهبطش خالص. هحط بقى المواد الجافه عباره عن كوبايه من الدقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام ونص معلقه صغيره من بيكنج باودر، وهنخلهم بقى على الخليط دوت. وبعد كده هقلب بقى بالمضرب اليدوي بكل هدوء طبعا عشان خاطر الخليط يفضل محتفظ بقوامه وما يهبطش معايا. ومن وقت للتاني هقلب بقى الجوانب بالسباتولا. هكون بقى مجهزه 30 جرام من الزبده الدايبه وهسيبها تاخد درجه حراره المطبخ. هاخد بقى جزء بسيط من الاسبونج دوت واحطه على الزبده وهقلبه بقى كويس. انا ما حطيتش الزبده مره واحده عشان الخليط ما يهبطش معايا. بعد ما اقلبه هرجعه بقى للخليط واقلبهم كويس مع بعض. بالنسبه للتسويه، الفرن هيكون عندي شغال قبل ما اعمل الخليط دوت ب10 دقايق. جهزت بقى خليط تاني بنفس المقدار وجبت هنا صينيه مقاس 18 وحطيت بقى الخليط ده كله في قلب الصينيه. برضه هتاخد نفس التسويه 13 دقيقه. ودي بقى شكلها بعد ما استوت. هحطها بقى على الشبكه تتهوى شويه. زي ما انتم شايفين الكيك معايا هش جدا وطري، مش محتاج حتى ان هو يتسقى اي حاجه. هقسمها بقى لجزئين. جبت بقى طبق وحطيته عليها عشان خاطر ما تتكسرش مني. بعد كده هحطها برضو على الشبكه تاني. بالنسبه للحشو، عندي هنا كوبايه ونص من الكريم جانتيه، هحط عليهم 5 معالق كبار من السكر، تقدري تزودي او تقللي. هحط كمان كوبايه من الميه الساقعه المتلجه اللي بقى اللي هيديك الطعم بتاع الهوهوز واللي احلى ان شاء الله هي القشطه بوك. طعمها تحفه جدا في منتهى الجمال مع الكريم جانتيه، جربيها ان شاء الله هتعجبك. هحط بس معلقتين كبار وهضرب بقى كويس جدا لحد الخليط كله ما يرتفع معايا بالشكل دوت. هديها بس تقلبتين بالسباتولا. بعد كده هتديني بقى الشكل الكريمي دوت. نكمل بقى التورته بتاعتنا. هحشيها بقى بالشكل دوت. انا ما سقيتهاش خالص لان الكيك هش جدا. بعد كده هجيب بقى النص التاني من الكيك واحطه فوقيها، هضغط عليها بسيط جدا، وهكمل بقى على وش الكيك والجوانب كلها. بعد بقى ما تتغلف كلها بكريم جانتيه، هجيب بقى الاسكرابر وابدا اسوي بقى الوش والجوانب. ومن الوقت للتاني بقى هنضف الأداة ديت. لازم بقى اسويها كويس عشان لما اجي اصب عليها الشوكولاته تبقى شكلها متساوي. بالنسبه بقى للجزء اللي في النص دوت، انا جبت معلقه وبظهرها كده بدات احط كريمه بسيطه. انا مش محتاجه ان تكون فيها كريمه ياما. في الاخر خالص بقى اي كريمه على الجوانب من فوق بدخلها بقى لجوه بالشكل دوت بحيث يبقى السطح كله متساوي. وما بخلص خالص بقى لو انا مستعجله بقعدها ساعتين 3 في الفريزر واطلعها اشتغل بيها. يا اما بقى لو عايزه تبيتيها لتاني يوم برضو، اهم حاجه انه يكون ساقع كويس. بالنسبه بقى للتغطيه بتاعه التورته، حطيت هنا 80 جرام من الحليب و25 جرام من الزبده. هحطهم على النار واول ما يسخنوا هنزلهم. بعد كده هكون مقطعه باكو شوكولاته واحطهم عليها. انا برضو استخدمت هنا سما. لو هي ما دابتش معاكي هتحطيها على حمام بخار لحد ما تدوب خالص وتبقى بالشكل دوت. دي بقى شكل التورتايه بعد ما قعدت 3 ساعات في الفريزر. والشوكولاته هنا عندي دافيه. هبتدي بقى اصب على الوش كده وانزل مع الجوانب وكمان في الداخل. اهم حاجه الكريمه ما تكونش باينه خالص. واي شوكولاته بتقع في الصينيه اللي تحت ديت هنلمها تاني وهنستخدمها. بعد ما اخلصها خالص ههبدها مرتين كده 3، انزل منها اي زياده وهدخلها الفريزر لمده نص ساعه. ودي شكلها. دوبت بقى قطعتين من الشوكولاته البيضاء بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الشوكولاته الغامقه،
وبدات اعمل خطوط كده على الوش بالشكل دوت، خلت شكلها بصراحه تحفه جدا. ودي بقى شكلها النهائي، ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال، ان شاء الله تعجبكم.